بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله إله مألوه معبود، هكذا في قواميس اللغة العربية. قال ابن القيم الجوزية: واسم الله دال على كونه مألوها معبودا تؤلهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا وفزعا إليه في الحوائج والنوائب. ألوهية تساوي عبودية، وإله تساوي معبود. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم، أي في السماء معبود وفي الأرض معبود. له حق العبودية وحده في السماء من الملائكة، وفي الأرض من الرسل وأتباعهم أو من الخلائق. العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى، محبة وخوفا وتعظيما ورجاء وتذللا وانقيادا إليه. العبادة قلبية مثل التوكل واليقين والخوف والرجاء. قولية كدعاء، تلاوة قرآن، أداء العلم. بدنية كصلاة، حج، جهاد. مالية كزكاة، صدقة، ذبح، نذر. العبادة بين فعل وفاعل ومفعول له. الفعل العبادة، والفاعل هو العابد بالقطع باليقين بالتسليم، حتما لا بد أن يكون مخلوقا. فمحال أن يكون إله عابدا لإله، أو اتخذ إله، أو اتخذ معبودا. الفاعل هو العابد، هو المخلوق. المفعول له هو الرب الخالق، هو المعبود المستحق للعبادة. عبد ده مخلوق، عبد ده مخلوق، عبد ده الخالق. محال مخلوق يعبد وهو في ذات الوقت معبود. محال في عقل سوي أن يقبل أو أن يسلم أن عبد مخلوق مع يعبد، اتخذ إلها، اتخذ معبودا، أن يكون هو في نفس الوقت إلها ومعبود. المسيح عبد، اتخذ إله، صلى وصام وزكى ودعا وبكى وتضرع. لمن؟ للإله، للمعبود الحق. كيف إله يعبد إله؟ كيف إله يتخذ إله؟ يقولون الناسوت. إذن الناسوت مخلوق، عبد مخلوق. محال أن يكون المخلوق خالقا أو إلها معبودا، ومحال أن يكون الخالق مخلوقا عابدا. فالمخلوق مخلوق وهو العابد، والخالق خالق وهو المعبود المستحق بالعبادة وحده. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله.